نستطيع أن نقول أن كآبة الشابي وسوداويته لم تكن أصيلة فيه، وإنما جاءته نتيجة لظروف قاسية مرت به فغيرته. وقد تحدث هو عن هذا التغيير الذي أصابه في قصيدة أسماها جدول الحب بين الأمس واليوم. وإذا قرأنا بعد أبياتها نستطيع أن نلمس هذا التغيير الذي أصابه. جدول الحب بين الأمس واليوم. يقول الشابي: بالأمس قد كانت حياتي كالسماء الباسمة، واليوم قد أمست كأعماق الكهوف الواجمة. قد كان لي ما بين أحلامي الجميلة جدول يجري به ماء المحبة طاهرا يتسلسل. ثم يتحدث بعد مرة فيقول: قد كان ذلك كله بالأمس البعيد، والأمس قد جرفته مقهورا يد الموت العنيد. قد كان ذلك تحت ظل الأمس والماضي الجميل، قد كان ذلك في شعاع البدر من قبل الأفول. سيد القاضي، إن فعالية الكئيبة أو حدة الطبع السوداوية أو الكآبة القاسية كما سماها المتهم في شعره لم ينحصر أثرها في أقربائه وأصدقائه ومعارفه، بل امتدت لتشمل شعبه. غلط، هذا غلط. رفقا بأعصابك يا أستاذ أحمد، سأقدم لك الدليل الآن. عليك أن تفعل هذا وإلا اعتبرت قولك قدحا وذما. أبا القاسم، سنة 1932 أجرت مجلة العالم الأدبي التونسية استفتاء لاختيار 3 شعراء مقدمين في تونس، هل تذكر هذا؟ نعم. ماذا كانت النتيجة؟ فاز 3 شعراء من التقليديين غير الشبان. كيف كانت ردة الفعل؟ ثار الشبان الشعراء على الاستفتاء وعلى الشعراء ال3. وكنت أنت من بين هؤلاء الثائرين؟ نعم. وكنت يومها تصطاف في عين دراهم مستشفيا؟ نعم. وكتبتها يومها مقالا عنيفا نشر في جريدة الزمان ترد به على هذا الاستفتاء. كان علي أن أفعل ذلك. معي الآن نص المقال، سأقرأ بعضه وأرجو أن تعترض إن كان المقال غير صحيح. تقول فيه يا أبا القاسم: لقد أجزنا لهذا الرأي العام المأفون أن يتحكم في مصير السياسة والقوانين، لأن هذين ليسا في الحقيقة إلا مظاهر لتلك الحماقات الجليلة الخالدة والنزعات المجنونة الطائشة والميول الغريب المتحولة التي تحويها فكرة الشعب في أعماقها. أما الفنون فهي أجل من ذلك وأقدس، وإذا حكمنا فيها أيضا فكرة الشعب فذلك دليل على أننا أمة ضعيفة التمييز مريضة الإدراك والشعور. وإذا انحط الفن إلى خدمة الشعب وأصبح أداة يصرفها كيف شاء فقد انقلب عبثا صبيانيا ساذجا لا قدسية فيه ولا جلال. قلت هذا؟ نعم، قلت هذا. قلته لأني كنت أحب الشعب حبا عظيما، ولا أريد له أن يتمسك بالمظاهر القديمة والشخوص التي تمثل الجمود والتخلف. أبا القاسم، قبل وفاتك ب10 أشهر كتبت رسالة إلى صديقك محمد الحليوة، كتبتها من الشابية بتاريخ اليوم 19 من الشهر 12 سنة 1932، هل تذكر تلك الرسالة؟ كتبت رسائل كثيرة لأصدقائي. تلك الرسالة تحدثت فيها عن دافيني. ألفريد دافيني كاتب وشاعر فرنسي متحرر، ولد عام 1797 وتوفي عام 1863. وقد قرأ له الشابي ما ترجم من أعماله إلى العربية وأعجب به. أما دافيني فإذا أردت أن تكون مخلصا للحق والفن والتاريخ فاكتب عنه كما يراه الله، لا كما تريد تلك الحشرات الآدمية التي بولينا بها في تونس، بأن نحسب حسابها في كل شيء بدل أن ندوسها بأقدامنا. اكتب عنه كما هو، غير مبتغ إرضاء لهذه الطائفة الغبية العمياء. إن الفنان إذا أصغى إلى الناس وما يقولون
وسار في هاته الدنيا بأقدامهم ورآها بأبصارهم وأصغى إليها بآذانهم، قد كفر بالفن وخان رسالة الحياة. أنا لم أقصد الشعب في هذه الرسالة. من قصدت إذن؟ المعنى واضح وقد عبرت عنه بكل صراحة. عنيت تلك الفئة الغبية العمياء التي تتمسك بكل مظاهر التخلف وتقف حائلا دون التجديد في الحياة. أعتقد أن الادعاء قد اقتنع واكتفى، لأنه هو نفسه كان يهاجم هذه الفئة مصر أيضا. ولكنني لم أقل شعرا كالذي قاله، لم أقل مثل هذه القصيدة التي يقول فيها: أيها الشعب ليتني كنت حطابا فأهوي على الجذوع بفأسي، ليتني كنت كالسيول إذا سالت تهد القبور رمسا برمسي، ليتني كنت كالرياح فأطوي كلما يخنق الزهور بنحسي. أنت روح غبية تكره النور وتقضي الدهور في ليل ملسي، أنت لا تدرك الحقائق إن طافت حواليك دون مس وجس.